من غير كلام كتير، وليه تشتريه بالغالي وانت ممكن تعمليه بارخص من كده بكتير في البيت، وممكن كمان في دقايق يكون خلص. احلى مشروب واحلى حاجه تطري بيها على قلبك ونفسك، وفي نفس الوقت تعمل لك حاله من استجمام فظيعه فظيعه فظيعه. انسي العالم، انسي العيال، انسي المشاكل، انسي الدنيا بحالها. تعالي اقولك على مشروب حلو قوي، بدل ما تشربيه سخن ويخليكي تبقي يعني حرانه كده وبصي تكرهي اليوم اللي انت عملتيه فيه. لا، تعالي نعمل حاجه حلوه تطري على نفسنا ونطري بيها علينا، ويبقى شكلها تحفه باذن الله. معلقه سكر باكو نسكافيه بلاك. انا عارفه ان الطريقه دي كلنا بنعملها، بس بصوا وهم في الجو ده فعلا. انت لو مش بتعملي الطريقه دي وبتعملي الطريقه السخنه يبقى انت فاتك كتير. وكمان حابه ان انت يعني تبقي عامله زي البطاطا المشويه كده، بعد ما بتشربي المشروب بتحسي ان انت قلبتي بطاطايه فجاه. بالطريقه سهله وبسيطه. اضربي لي شويه السكر مع معلقه النسكافيه مع شويه ميه بمضرب النسكافيه بتاعك، او مضرب السلك، او مضرب الكهربي، تحطي فرده منه بس وتضربي بيها اي كان اللي انت هتستعمليه. وليه تشتريه بالغالي؟ ما انت ممكن اللي انا تعمليه في هقدر البيت اقوله لك بمكونات سهله يعني وبسيطه، هتوصلي ولو مش لنتيجه عندك النسكافيه خرافيه. جيبيه. لك ما باك تشتريهوش ب2 جنيه بالغالي ونص وانت ولا ممكن ب3 تعمليه في جنيه البيت ووفري على واعمليه نفسك في وعلى عيالك الكافيهات فلوس بيبقى كتير ب قوي. 30 بيتباع و40 غالي و60 طبعا، بيتباع و80 غالي، بس وبيوصل الجو كمان ده في فعلا اماكن معينه محتاجه اغلى من كده بالظبط بكتير. يفوقنا. فانت عشان بيطريها ما علينا، وفي تشويش نفس الوقت شبهي احنا كلنا لما بنعشقه. بتشربي الحاجه السخنه عليكي وعلى ده نسكافيه على لا. طول. وليه تشتريه كوفي بالغالي لا، وانت ايس ممكن تعمليه كوفي في البيت، احلى وكمان من بتاع الشارع تتمزجي وبتاع منه. يا الكافيهات سلام بقى، يا بمراحل. سلام. انسي لو اي طريقه عملتيه كده كده بالنهار بالنهار في نص الطريقه دي، النهار وانت وحطي كده عليه الصوصات اللي انت حرانه عايزاها، وبصوا يبقى بصوا مية عايزه مية. كده لو اول مره تستجمي تشوفينا مع يا نفسك ريت وتاخدي تعملي ساعه كده اشتراك، لوحدك يوميات محدش منوكوكي، يحس ويا بيكي رب ولا تحسي يعجبكم بحد. الفيديو النهارده. ساعه انفصال اتفرجوا عليه فعلا للاخر وقولوا لي واستجمام رايكم في على حق. التعليقات تحت. يا ريت نعمل كلنا الفكره دي، وما تكسليش بجد، الموضوع سهل وبسيط. شويه لبن ساقعين على معلقه سكر، شويه باكو نسكافيه، وحضرنا المشروب. احلى مشروب عندك ممكن تعمليه في حياتك. بصوا تحفه. وشويه تلج طبعا موجودين عندنا، حطيناهم على طول على طول على طول. الكميه اللي انت عايزاها، بيبقى ساقع ومنعش وجميل. وممكن تشربيه في الفطار او بالنهار، او حتى تشربيه بعد الفطار. الفيديو النهارده اتمنى ان هو يعجبكم. استنونا فيديوهات تانية منعشه اكتر واكتر. تعالوا بس هقول لكم على خطوه حلوه جدا، وكمان طريقه انا عملته بيها فرقت في الطعم جدا جدا جدا، وخلتني فعلا تخرجني من طعم تاني نهائي. يعني حسيت بطعم جديد خالص. تعالوا شوفوا فكرة النهارده ايه. بس قبل ما هقول لكم عليها، انا حبيت اقول لكم ان العلبه ديت تحفه يا جماعه، نينجا زي ما بيقولوا عليها. نينجا، هي فعلا نينجا. العلبه دي بعد ما بتغلي اللبن وبيبرد في المكان اللي انت غليتي فيه، تبداي تحطيها في ده باب التلاجة، وحطي. انا التلاجة عندي صغيره بصراحه نفعاني. خلصنا اهو الكوبايه بتاعتنا. انتوا فكركم ان احنا كده خلصنا؟ لا 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 لا، لسه. بصوا بقى انا هعمل ايه. عندك صوص الكراميل او صوص شوكولاته او اي نوع من انواع الصوصات، انت ممكن تستعمليه فوق الوش جرنش، وفي نفس الوقت بيديكي طعم تحفه. انا عندي كراميل ده، قلت لبالي هيفضل قاعد في التلاجة كتير. تعالوا شوفوا انا هعمل ايه فوق الوش. بصوا بقى كده الشكل عامل ازاي. بصوا الجمال، مع بقى الزرعه الجميله المحطوطه دي، مع كوبايه الكوفي، الايس كوفي بقى. ما تسموهاش بقى نسكافيه ولا كوفي، لا ايس كوفي دي. بصوا عالم تاني نهائي بجد. خيال خيال. اتمنى فيديو النهارده يعجبكم. استنوني فيديوهات تانية كتير. باي باي.